سينماتيك الجزائر تأسست عام 1967. يعني كانت فيه ظروف، يعني كانت هناك وثبة فيما يخص إعادة إحياء الأفلام، بالإضافة إلى أن النهضة اللي كانت سائدة، عودة الجمهور إلى القاعات كما يقول لك لتثمين الإنجازات عن طريق الأفلام اللي كانت، خاصة الأفلام اللي ساندت القضية الجزائرية، قضية الحرب التحرير اللي كان منطلق أنه دائما الجمهور كان فيه إقبال، فيه فضاءات، فيه ثورة فيما يخص إنعاش السينما، لما لها دور في توعية الشعوب ولما لها من أفكار. سينماتيك الجزائر كونها تعتبر ثانية عالميا، يعني سينماتيك الجزائر ثرية بالأفلام، أفلام 35 ملم و16 ملم، اللي هي حوالي تقريبا 60 ألف كما يقول لك نسخة من الأفلام العالمية والجزائرية، اللي رانا كما يقول لك على مستوى محفوظة في الأرشيف، اللي كما يقول لك اللي هي مهمة من مهمة السينماتيك. كون السينماتيك الجزائر هي الذاكرة السينمائية، بالإضافة إلى أرشيف أيقوني يتمثل في أفيشات، منسقات، صور، مقالات صحفية، كتب نادرة حول السينما. سينماتيك يعني عندها أيضا تشرف على قاعات السينما الموجودة على ربوع الوطن، حاليا فيه 14 قاعة. Le soleil et nous quand tout ça, on dort au désert à peine. Si je n'ai pas été la route, c'est pas difficile, c'est plus de 4 ou 5 jours. أول مرة بدخل السينماتيك كانت ب 2007. كنا بنشاط سينمائي سوري كانت عاصمة الجزائر عاصمة الثقافة، وكنت ضمن الوفد السينمائي، وقمنا ندوة بالمجار، قاعة المجار القريبة من السينماتيك. كانت هي أول مرة بحضر فيها، وكانت بفترة من الفترات هي أهم سينماتيك، من أهم سينماتيك بالعالم يعني تقريبا بعد الفرنسية. وكانت محج للسينمائيين العالميين والعرب، من يوسف شاهين لفسكونتي لأسماء نجوم. وبالتالي هاي الفترة الذهبية ممكن توقفت شوي قليلا بالعشرية السوداء. الآن في طموح لإعادة هالأمجاد هاي عبر العودة للاهتمام بالأرشيف السينمائي، وهذا مهم. سينماتيك الجزائر فيما مضى كان هناك إقبال كبير من مخرجين عالميين ساندوا القضية، وفيه مخرجين لما كان فيه تكوين، نتكلم مثلا على يوسف شاهين اللي كان يعني لا يغادر هذه القاعة لما لها من دلالة تاريخية، أيضا إلى مخرجين عالميين. كون السينماتيك تعتبر يعني هي لها صيت عالمي بما يخص أفلام عالمية جابت في هذه القاعة، اللي تعتبر كما يقول لك يعني كرمز للسينما الجزائرية، يعني دائما حاضرة في كل المحافل، في كل المهرجانات.